السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما احنا شايفين كده قدامنا البرطمانات دي هنخزن فيها حاجة مهمة ومفيدة جدا، حاجة موجودة دلوقتي وبكثرة. دي عينة من اللي انا خزنته، هنشوف ايه اللي هنخزنه دلوقتي. اللي احنا خزناه دلوقتي اللي احنا زي ما احنا شايفين كده السبانخ طبعا كلنا عارفين انها مفيدة جدا وبتحتوي على اعلى نسبة من الحديد، مفيدة للكبار وللصغار والكل بيحبها. يعني انا عن نفسي واولادي بنحبها ما شاء الله، بتبقى جميلة وخفيفة ولذيذة بصراحة. يعني هنبقى نقدمها برضو في حلقة، يعني في فيديو تاني هنعرف ازاي بنطبخها وكده. زي ما احنا شايفين كده انا جبتها وغسلتها كويس جدا قبل ما اخرطها. في ناس بتخرطها وبعدين تغسلها، بس هو الافضل بالنسبه يعني عن تجربه، الافضل ان انا اجيبها كده واغسلها وحطيتها على الصينيه كده، صفت ميتها خالص ونضفتها زي الفل زي ما احنا شايفين كده، وشلت منها الاوراق الصفراء وسبتها بس ايه يعني على بال ما اجهز ان انا هعمل فيها الخطوه اللي بعد كده. زي ما احنا شايفين كده اهي طازه، جايه من الارض طازه ما شاء الله عليها. سبانخ يعني مش مضاف ليها. في ناس بتحط عليها بتاع نبات تاني كده شبيه ليها، مختلف عنها، بس هو برضو يعني ايه شبه لها في الشكل. زي ما احنا شايفين كده انا خرطتها وحطيتها في طبق كبير وجهزتها للخطوه اللي بعد كده. زي ما احنا شايفين كده بتخرطيها باي تخريطه كبيره صغيره. السبانخ بالذات لما بتتحط على النار بتدوب، يعني باي وضع او باي تخريطه انت هتخرطيها ليها كده كده هي بتدوب في الطبيخ. زي ما احنا شايفين بعد كده بجيب حله اللي انا هستعملها واحط فيها كميه واغطي عليها بالنار، ما تضيفش ليها اي حاجه. لو حابه تحطي ماده دهنيه تحت عادي، ما حطيتيش مش مشكله. كده كده هي مش بتلزق، هي ما بتتحط على النار بتطلع اللي ايه الميه بتاعتها. زي ما احنا شايفين كده شوفوا الحله خست خالص، بتفرز الميه او السوائل اللي موجوده فيها. تمام، وبشيلها واحطها في جنب. تمام، انا كده جمعت الكميه كلها اللي انا عملتها، ده جزء من الكميه. ضفت ليه كان عندي خضره متخزنه اللي هي كزبره بتاع شبت وكزبره خضره كانت متخزنه عندي في الفريزر. ودي برطمانات اللي هي بيجي فيها غسل البنات، غسلتها كويس وحطيت فيها زي ما احنا شايفين وفرزتها بالشكل ده بالسوائل بتاعتها اللي بتفرزها. وبصراحه كده بعد كده بقى ايه ببقى اضيف ليها، لو هي مش متخزنه من غير الخضره بتاعتها ببقى اضيف ليها الخضره بتاعتها لما اجي اطبخها. وبصراحه بتقعد عندك فتره طويله وجميله، وفي اي وقت تلاقيها موجوده متاحه عندك في البيت. لو عجبك الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك للقناه، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.